مسا يا حلوين، اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده تنظيفه سريعه للتلاجة بتاعتنا. تلاجة معفنه قمه العفانه يعني، فهنضفها تنظيفه على السريع كده عشان نحط فيها الخضار بتاعنا بتاع الاسبوع. على نظافه دي تنظيفه اسبوعيه، مش تنظيفه شهريه. شهريه بنشيل فيها الرفوف، انما الاسبوعيه بنمسحها كده على ايه، على الخفيف كده. بنمسحها بايه؟ الليفه بتاعتي فيها ميه وبريل وحبه خل للتطهير. وبدعك كده الرفوف، وبتعومي ايدك عشان الرفوف بتاعتك ما تتخربش وما تضغطيش عشان الرفوف بتاعتك ما تتكسرش. فبدعك كده الرفوف والحواف بتاعت التلاجة. ادعك تحت فوق وفوق وتحت، شقلب شقلب. كنت خلصت دعيك التلاجة بتاعتي من فوق لتحت اهوت. هجيب بقى قماشة وامسح التلاجة بتاعتي. بصوا زي الفل اهيت، بقت زي الفل وجاهزة ان هي ينحط فيها الخضار على نظافة، مفيهاش بكتيريا. شكلها حلو لما الخضار ينحط فيها، يكون شكله حلو ما تكونش موسخة، زي الفل. هنحضر بقى الغدا مع بعض النهاردة. غدانا ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل مع بعض غدا شعبي. اعتبريه فطار شعبي، غدا شعبي، اللي تحبيه. احنا هنعمل مع بعض النهارده غدا شعبي. ايه هو؟ الحلة اللي على النار دي فيها كيس ملوخية متجمدة، هي دوب الشوربة دفيت كده، جيت نازلة بيها بالملوخية لأن هي متجمدة. وبقلب الملوخية المتجمدة في الشوربة وبسيبها تسخن سوا، ففي ثواني بتكون فكت. وأول ما بتغلي بهدي النار خالص وأعمل لها الايه، الدقة التقلية بتاعتها. لسه ما غلتش اهي ولسه ما فكتش. الطاسة بتاعت أم خالتي اللي هناك دي هحط فيها ايه؟ هحط فيها زيت. ليه؟ عشان هقلي بطاطس، لان الاكله بتاعت النهارده اللي هعملها الاساسيه لازم معاها بطاطس محمره، ما تنفعش غير بطاطس محمره. انا هنا كنت بجهز الدقه بتاعت الملوخيه، فكنت بحضر الدقه بتاعت الملوخيه. الدقه عباره عن ايه؟ معلقه توم، معلقه كزبره ناشفه مطحونه، وحبه زيت. يا لهوي لو عملتها بسمنه بتكون خطيره خطيره ويكون طعمها احسن كمان. هنا الملوخيه بتاعتي كانت خلاص فكت كلها، فبعمل الايه، الدقه بتاعتها او الطشه بتاعتها زي ما الناس بتسميها يعني. هنا الزيت بتاعي كان سخن، حطيت فيه البطاطس بتاعتي تتحمر. الزيت نضيفه زي الفل. بنزل البطاطس بتاعتي لازم تنزلي بيها على زيت حامي عشان ما تطرش منك وتكون مقرمشه، وهتشوفيها دلوقتي. والايد التانية كانت شغاله في الطشه بتاعه الملوخيه. قلب قلب عشان ما تتحرقش مني، وانا عايزاها تاخد لون احمر غامق، مش عايزه لونها يكون فاتح بس. فبقلب اهوت. الملوخيه بتاعتي خلاص ما شاء الله فكت. النار، ما انا مهديه النار كل ده، ما سبتهاش عاليه. اول ما فكت بقى عليت عشان تاخد تقلب قلبه كده، تغلي غلوه، وانزل عليها بالطشه بتاعتنا. بص الطشه لونها عامل ازاي، احمر خالص اهوت بس مش محروق. ونزلت بالطشه، وبعد كده ايه، هنزل اخد حبه ملوخيه اكمل بقى بقيه الطشه. ويا سيدي حبه ملوخيه بقى، انما ايه، في قلبك، بلاش في قلبك دي، ولا نقول في قلبك، في قلبك، مشيها في قلبك، ولا يا سيدي يا سيدي. المهم حبة ملوخية من الآخر يعني. وملحتها لأن ملحها كان شوية، وحطيت حبة كمون. وخلاص هتقلب قلبه، وهاجي ايه، اطفي عليها بس مش هغطيها عشان ما تسقطش مني. تمام. والبطاطس شغالة الله ينور في الناحية التانية اهو، شفتوا؟ فعرقوا زي الفل اهيت. ولسه كمان اما تقعد هتتقل شوية، فكده زي الفل. الناحية التانية بقى الأكلة الأساسية بتاعتي ايه النهاردة؟ الملوخية. الأسفة الرنجة. هنعمل رنجة. بنعملها ازاي؟ بنحط صينية تسخن على النار قوي، وانزل عليها بالملوخية بتاعتي، بالأسفة بالرنجة بتاعتي. وقت ما تفتح من الناحية دي والناحية دي بشيلها عشان خاطر ما تحدقش مني، لأن كل ما تحط الرنجة على النار كل ما بتحدق منك. والبطاطس بتاعتي كانت اتحمرت وكله كان شغال مع بعضه. انجزت الاكل ما كملتش ربع ساعه، كنت محضره احلى صينيه غدا هتشوفوها دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده. الملوخيه كنا خلصنا عليها، والبطاطس طلعت اول طرحه، هنحط تاني طرحه. والرنجة منها كانت مجمده، فانا مهديه عليها النار ومغطياها. بس الاحسن للرنجة ان انتي تسيبها تفك خالص على راحتها بره النار، للامانه يعني. ما ينفعش تسيبها تفك على النار لانها بتحدق
ولانها بتقعد على النار كتير، وكل ما تقعد على النار كتير فبتنطر بصوا البطاطس جميله، بتنطر الملح وبتحدق اكتر. ده طبق سلطه الخضير، طماطم على خيار على فلفل. وده طبق البصل الخطير، لازم مع الرنجة بصل، ومع الملوخية لازم بصل. اديله ما ترحمش. بصوا هنا الرنجة بتاعتي برضو كانت خلاص جهزت اهيت وفتت، فهنحطها في الطبق بقى. الله يا سيدي، يا يم 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 يم. اديني عيش، بس اديني عيش، العيش ايه ده؟ حبة زيت على الوش كده. لو عندك طحينة حطي، طبعا الليمون لازم تحطي، وهيصة وغرف الملوخية، ويا سلام عليه غدوة من الآخر. لا تقولي لي لحمة ولا تقولي لي سمك ولا الكلام ده كله، غدوة. هي مش رخيصة قوي لأن الرنجة النص كيلو بتبقى 40 جنيه، بس هي أوفر من غيرها يعني، وتغيير يعني. وده كان منظر الأكل بعد ما خلصت سلطة وبطاطس وملوخية ورنجة وبصل، وبألف هنا يا رب. وما تنسيش تعملي لايك. باي باي.